سيدي الفاضل، سيدتي الفاضلة، أحيانا حينما ننام يزعجنا ذاك النوم فوق الفراش فنتقلب كثيرا، وحينما نتقلب كثيرا نفقد النوم. فقط قم رتب فراشك، غير مكانك وارجع للنوم ستنام. فالحياة كذلك، ربما يزعجنا أو تزعجنا بعض الأمور فنكره الدنيا. لا، اترك تلك الأمور واتجه لسعادتك. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ أننا ننظر للمشكلة ونسمح للمشكلة أن تدخل في عقولنا وتصبح هي الحياة. يعجبني مثل صيني يقول: أنت لن تستطيع أن تمنع طيور المشاكل أن تحوم فوق رأسك، لابد أن تحوم، لكن على الأقل امنعها أن تبني أعشاشها في رأسك. هكذا الحياة، لا تقف عند المشكلة تنظر على أن المشكلة هذه نهاية الحياة. أعظم مشكلة تواجه الإنسان خروجه من الدنيا، وقتها أنت ميت. لا يوجد مشكلة وأنت حي. كان جدي دائما ما يقول لي: الخاسر هو الميت. في أي صفقة في الدنيا يتكلم عن الدنيا، فلان انقلبت به السيارة فيقول: الخاسر هو الميت. ففعلا المشكلة الكبرى التي أنا لا أستطيع أن أواجهها هي يوم أنا أكون ميت فأخسر طرف النزال مع المشكلة. لكن وأنا حي سأواجه المشكلة، إما أنا أو هي، لكن أنا أجعلها تعشش في دماغي، أجعلها محور الكون؟ لا، أنت قوي بذاتك. نحن إذا كنا من الداخل في قمة الطمأنينة لا يهمنا ضجيج العالم، ولن نكترث لأصوات النشاز ولا للناعقين ولا للفاشلين، لأننا من الداخل مطمئنين. كرجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله وجعل جدران هذا المنزل مانعة وعازلة للصوت، لا يضره ضجيج الشارع ولا صراخ الجار، لأنه في داخل بيته مطمئن. لكن في المقابل لو أن رجلا بنى بيتا فجعل هذا البيت من زجاج يسمع كل من هب ودب، حتى أصوات دبيب النمل يسمعه، لن يطمئن في الداخل. فأنت ابني جدران واجعل صدرك عازلا للصوت، ليس صوت الحياة بل صوت الفاشل. فيا سيدي اعتمد لنفسك، لا تكن كذاك الرجل الذي كان يقف على باب المدينة يحرس المدينة في ليلة باردة مظلمة، وذاك الرجل يوقد النار ويرتجف من البرد، فيمر عليه الملك والحاكم يقول إليه: ألا تعاني من البرد؟ نعم يا سيدي أعاني من البرد، لكني أقاوم البرد فأشعل النار وأحاول أن أصمد للصباح حتى أرجع لمنزلي. فيقول له الملك: لا عليك، سأبعث لك اليوم معطفا دافئا يقيك هذا البرد. ذهب الملك، دخل إلى قصره، انشغل مع زوجته مع أبنائه مع قضايا الدولة، نسي الملك الحارس الذي يقف على باب مدينته. ذهب الملك في الصباح يرتشف القهوة، فجاءه الخبر الآتي: سيدي حارس المدينة قد مات من البرد. وكتب: أيها الملك، كنت في كل يوم أصبر نفسي حتى الصباح وأعاني من البرد، لكني أقاوم حتى تشرق الشمس فأذهب إلى أسرتي حية، لكن حينما وعدتني فأخلفت وعدك، استسلمت للبرد حتى فارقت الحياة. يا سيدي وعدك الذي قتلني وليس البرد. فيا سيدي كن قويا بذاتك. الاتكاء على الآخرين والاستناد على الآخرين يسقطك حتما لا محالة. لا تجعل قوتي بوجود فلان ولا تجعل وجودي بوجود فلان. عقلك الوحيد الذي لا يفارقك. إن تقويت بالمال قد خذل قارون، وإن تقويت بالجاه فقد خذل نمرود، وإن تقويت بالسلطة فقد خذل فرعون. العقل الوحيد هو الذي يبقى معك. أفكارك كل الناس تموت والتاريخ لا يرحم، لكن صاحب الفكر يبقى حيا. داروين مات وإلى الآن نحن في سجال في نظريته. عباس بن فرناس مات ونحن إلى الآن نتكلم عن تجربته. الأجساد تموت وتبقى العقول. فكن قويا بذاتك. فالانهيار مع الناس سهل، لكن الانهيار بالعقل استحالة أن يقع. هي هذه الحياة. اطرد كل المشاكل من حولك، انظر لذاتك، اجعل لك هدف، حدد معالمه، توجه بطريقه، لا تبالي بصوت الفاشل، لا تنظر للوراء، ابقى للأمام اتجه. فالناس تحسدك لنجاحك لكنها لا تعبر ولا تخبرك عن فضل نجاحك. لهذا الناس لا تعترف بنجاحك إلا بعد موتك. كل العباقرة الذي أنت الآن تنعم باختراعاتهم رفضهم المجتمع وطردهم. هكذا المجتمع طالما أنت حي ناجح سيرمون السهام عليك حتى تفشل. لن يعترفوا بنجاحك إلا بعد موتك. يحبون ذاك الصامت الهادئ الذي يهز رأسه لكل من قال وتكلم. لا يحبون ذاك المفكر العبقري الذي يخالف ويتكلم ويناقش. لا يحبون. فيا سيدي اتكئ على نفسك بعد الله، وارفع شراع التوكل على الله، وأبحر في بحار الدنيا. ناقش، تكلم، أخبرنا عما تفكر حتى نتألق ونرتقي بأفكارنا، بعقولنا، بأوطاننا.
الكلمات لا تعترف بالصامتين، والكلمات لا تخرج من صامت. إما أن تتكلم فتسمعني أفكارك، وإما أن تصمت كصمت القبور.